بما انه رانا في موسم المشماش، بغيت نحضر معكم هذا المربى. حاجه طبيعيه نقيه مخدومه في الدار، سهله اقتصاديه، بلا ما نحكيو على البنه. هيا نبداو. نجيبو قصعه ونحطو فيها حوالي 4 كيلو تاع المشماش هذا كنت غسلته مليح ونحيت له العلفه وقطعته لقطع صغيره. من بعد نزيد عليهم كيلو تاع سكر، نجيب سباتيل ونخلط كلش حتى نحس السكر هذاك بدا يذوب. من بعد نجيبو وعاء نحطو فيه كامل الكميه تاع المشماش، نغطوه ونخلوه يبات الليله كامله. لا غد ليه جبدتو، شوفوا السكر هذاك كيفاش داب ولا سائل، والمشماش كيفاش تعسل. من بعد نجيبو قميله ونحط فيها كامل المشماش هذاك. من بعد نديها طيب على نار متوسطه، نخلطو هاك شويه. من بعد كي تبدا تغلي وتتشكل لنا هذيك الرغوه نحوها، لخاطر كان نخليها غادي يخسر المربى تاعنا وما نقدرش نحتفظ به لمده اطول. وباش نعرف اذا المربى تاعنا راه طايب ولا لا، نكون ديجا درت طبسي في المجمد. من بعد نحط عليه حبه تاع مشماش، اذا الحبه هذيك هبطت بالخف معناه مازال خصو الطياب، اذا هبطت غير بشويه معناه صايي راه طايب. نطفي عليه ونروح نطحنه بالميكس. وها هو المربى تاعنا راه واجد. دركا ما بقى لي غير نديرو في قارورات زجاجيه يكونوا معقمين. وهذه هي النتيجه، نتمنى تكون عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وشهيتكم في الجنه بصحتكم.